الاكل الحلال. اي مسلم لما بيسافر بره تحديدا في البلاد زي المانيا امريكا او غيرها، لما بيجي يشتري اكل من اي ماركت او من اي مطعم لازم بيتاكد الاول ان هو عليه علامه حلال. بمعنى اصح الاكل دوت سواء هو اكل مجمد او جاهز من سوبر ماركت او مطعم. الأكثر شهرة وارتباطا بمصطلح حلال هو الطعام الحلال، ومع ذلك هناك أيضا وعلى سبيل المثال الخدمات المصرفية والسياحة وقواعد اللباس الحلال. مذبوح او مجهز على الطريقه الاسلاميه فتقدر تاكله وانت مطمن. علامه حلال او البادج بتاع حلال الموجود على الاكل الجاهز وعلى المطاعم بالنسبه للمسلمين اللي في البلاد الاجنبيه هو بالنسبه لهم حاجه مريحه جدا، لان هو مش هياكلها وهو متضرر او مش هياكلها وهو عارف ان هو بيعمل حاجه غلط هيتحاسب عليها. الاكل الحلال في يومنا هذا بيمثل 18% من الاكل كله في العالم، ودي نسبه كبيره جدا على فكره. ده غير ان هي في تزايد مستمر. تعالوا ناخد نظرة جوه بلد من البلاد الأجنبية اللي بينطبق فيها مبدأ تجارة الحلال، وهي ألمانيا. ألمانيا زيها زي بلد أجنبية كتير، فيها تجار وفيها مطاعم وفيها أماكن